مع السلامة. وتوا باش نمشيو للقبايلي وما نتراكم القبايلي باش نعملو رخصيص. وشكون اللي يحب الرخصيص؟ المكونات اللي عندنا: كيلتين فيها سميد ارطب، كيله فرينه، فنجان صغير زيت، سينوج سموه في تونس كمون اسود، في الجزائر يقولوا سينوج، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره سكر، مغرفه صغيره خميره خبز. نبدو بسم الله. صبينا لها الزيت باش يصير مليح، مليح. نخلطها مع الزيت مليح. توا نحطها على البلون دو طرافاي ونبدو نعجنها هكا. هذا هو سر الرخصيص القبايلي. بعد ما عجناه مليح توا نغطوه ونخلوه يبقى يرتاح شويه، 4 ساعة 4 درج، ونرجعوا له ان شاء الله ونطيبوه مع بعضنا. بعد ما ارتاحت شوي نديروا لها شويه خميره قرطو وشويه زبده ونزيدو نعجنها مليح. وهذه الطريقه ورتها لي اختي دليله، اخت راجلي، حماتي نقولوا بالتونسي، ربي يخليها ويحفظها ونشكرها على الرسالة. ندخلك الزبده مليح في العجينه باش تجينا هشوشه زي الكاطو، زي البشكوطو. قسمناها على 2 كويرات. حلينا الاولى يكون شكلها دائري ويشهي، ونهزها طول الطابون اللي سخناه مليح، ونصور لكم بطبيعه الحال كيفاش طيبها.